خلينا نتفق ان جسمك ده مليان جراثيم ملهاش عدد ولا حصر، بس انا النهارده جاي اكلمك عن جرثومه واحده ممكن تكون سبب في ان هي بتقلق منامك كل يوم وانت مش عارف مين هي، وبسببها اتهمنا كل حاجه في الدنيا، الضغط العصبي، الزعل، الشغل، مديرك، كل حاجه، ودي عايشه حياتها في صمت جوه معدتك وانت ما تعرفش. انا رامي وتعالى اقول لك اللي فيها. جرثومة المعدة واسمها العلمي الهيتش بايلوري قدرت تخدع كل الناس. محدش كان متوقع ابدا ان في جرثومة ممكن تعيش جوه حمض المعدة اللي حرفيا لو حطيت معدن جوه الحمض ده ممكن يسيح، بالظبط كأنك تتخيل ان في سمكة عايشة جوه زيت مغلي. كل ده لحد ما ظهر عالمين استراليين فحصوا محصوا ودوروا عن ايه ممكن يكون سبب القرح اللي بتيجي في المعدة وقدروا يوصلوا لها. العالمين دول كان اسمهم باري مارشال وروبن وارن، واللي كانوا بيفحصوا عينة من معدة مريض ولقوا فيها بكتيريا حلزونية قعدت بلبط في الحمض بدون ما تتأثر ولا يحصل لها اي حاجة خالص. وبدأوا يحطوا نظريات في ان البكتيريا دي ممكن تكون هي السبب في القرح اللي بتيجي في المعدة عن طريق ان هي بتعمل تآكل لجدار المعدة، وبعد كده الحمض بتاع المعدة يبتدي ياكل في نفسه ويعمل الأعراض دي. ولكن محدش صدقهم، فيجي باري اللي هو واحد من العالمين الاستراليين اللي اتكلمنا عنهم دول ويقوم يشرب كوباية فيها سائل جواه البكتيريا الحلزونية دي، وبعد أيام تبتدي تظهر عليه أعراض التهابات المعدة، ويعمل منظار وياخدوا عينة من المعدة ويلاقوا ان البكتيريا دي او الجرثومة دي قاعدة ومعششة وعاملة بيوت وواكلة في جدار المعدة، مش بدرجة كبيرة ولكن إلى حد ما، لأن الموضوع ده ممكن يكون تراكمات على مدار سنين، وبعد كده الناس تصدقهم وياخدوا جايزة نوبل على اكتشافهم ده. سيبك بقى من كل اللي فات ده، السؤال المهم بقى ازاي بكتيريا بالحجم الصغير ده او جرثومة بالحجم ده بتقدر تعيش في درجة الحموضة العالية اللي موجودة جوه المعدة وتتغلب عليها وتقدر كمان تاكل في جدار المعدة لحد ما تعمل فيه خرم واللي بنسميه قرحة المعدة. الفكرة ان البكتيريا دي قادرة ان هي تفرز انزيم اسمه يورياز، ومن اسمه فالانزيم ده بيقدر يشتغل على اليوريا ويكسرها ويطلع منها امونيا. الامونيا دي تتكون على شكل سحابة بتحاوط البكتيريا وتقدر تحميها من الحمض بتاع المعدة. وبعد ما البكتيريا تحمي نفسها من الحمض تبدأ تاكل في طبقة الحماية وتبدأ تدخل الحمض لجوه البروتين بتاع المعدة لحد ما الحمض ده يبتدي ياكل في العضلات دي، وبالتالي المعدة تاكل نفسها بنفسها لحد ما يبدأ يظهر أعراض التهابات المعدة واللي ممكن تتراكم لسنين لحد ما تعمل ثقب في المعدة أو اللي بنسميه قرحة المعدة. طيب احنا كده عرفنا ازاي البكتيريا دي بتقدر تعيش في الحمض بتاع المعدة وتحوط نفسها بطبقة الأمونيا، وبعد كده تبتدي تاكل في جدار المعدة لحد ما تخلي الحمض بتاع المعدة ياكل في نفسه. نيجي بقى للجزء الثاني، طب ازاي احنا نقدر نتغلب عليها؟ ولكن قبل ما نقول احنا ازاي ممكن نتغلب عليها محتاجين نعرف ازاي نشخصها. انا مش هتكلم بالتفاصيل الكاملة ازاي ممكن نشخص جرثومة المعدة، ولكن في عدة تحاليل بتتعمل زي تحليل عينة من البراز او تحليل اليوريا التنفسي او اليوريا بريث تيست، او ان هم ممكن ياخدوا عينة بالمنظار من جدار المعدة ويحللوها ويشوفوا فيها البكتيريا دي. ولكن سيبك من كل ده، هل الجرثومة دي لها علاج؟ لها علاج، ولكن علاجها بيكون علاج ثلاثي. تخيل البكتيريا الصغيرة خالص دي محتاجة 3 أدوية علشان تقدر تتغلب عليها. الدواء الأولاني بيكون حاجة اسمها PPI أو بروتون بومب انهبيتور، ودي حاجة بناخدها علشان تقلل من إفراز الحمض بتاع المعدة بحيث إن هو يبطل ياكل في نفسه. والحاجتين التانيين وهما المضادات الحيوية زي الكلاريثرومايسين والأموكسيسيلين، ومدة العلاج أو كورس العلاج بيكون من 7 ل 14 يوم. في الغالب خلال الوقت ده بيتم القضاء على البكتيريا وبندي فرصة لجدار المعدة ان هو يبتدي يلتئم ويكون طبقة الحماية العازلة تاني، وبالتالي نمنع تكون قرح المعدة مرة تانية. في المرة الجاية لو عندك ألم في المعدة ممكن ما يبقاش السبب التوتر أو تفكيرك الزيادة في الدنيا أو مديرك اللي منغص عليك عيشتك، لأنه ممكن يكون السبب ضيف صغير جدا بس تقيل قوي من حيث تأثيره. واخيرا ما تنساش تتابعني وتعمل لايك لو استفدت حاجة. سلام.